اليوم اتصلوا بنا إخواننا من عديد جهات ممثلة في 12 بلدية من شقيقة ليبيا، المناطق المتاخمة والمناطق الساحلية ومن طرابلس، لتفعيل حلم ليبي تونسي، وهو المعبر الحدودي بالعسة. اللي يشوفوا فيه كانوا شطاف في المجتمع المدني من الجهة التونسية هو أن خويانا الليبيين وقت اللي توصل معناها يلتحقوا بتونس، سواء كان معناها للعلاج أو للسياحة، قاعدين يتعبوا في المعبر الحدودي براس جدير، ويمرون من معناها من نفس الطريق متاع الشاحنات اللي هي محملة بالبضائع، مما ينتج عنه معناها 7 و8 ساعات. ما نتصورش أني معبر حدودي براس جدير يربط معنا ما بين تونس وليبيا أن العائلة تبقى 7 ساعات معناها في السخانة وفي البرد في أيامات البرد. لذا ندائي إلى كل خويانا اللي في ليبيا الكل معناها أنهم يفعلون هالبادرة الطيبة اللي كانت باقتراح من الأخوة الليبيين كما قلت من 12 بلدية من ليبيا، وعندهم دعم من رئيس حكومتهم السيد فايز السراج لفتح المعبر الحدودي بالعسة. أهم حاجة هو أنهم بالتنسيق مع المجتمع المدني في مدينة بن قردان وكيف كيف جربة وزرزيس ومدنين وتطاوين، أنهم اللي باش يجوا بحذانا في رمضان إن شاء الله، وباش نعملوا اجتماع معناها ينظم المجتمع المدني، وباش نقربوا وجهات النظر، وكما رفعوا هم الطلب إلى السيد والي مدنين، نحن باش ندعموهم وباش نمشوا معاهم حتى إلى السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الباجي قايد السبسي، على أساس أنهم باش تكون النقاشات معناها مع زوز دول جيران، وإن شاء الله يحسوا بالمواطن العادي اللي قاعد يتمرمد في المعابر الحدودية الموجودة حاليا.